الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. التسميح للقراء الكرام ديالنا شوية عندما خص من الجلسة ديال انتخاب أعضاء المكتب البلدي، لي الشرف وللأستاذ سي حسين كروسي مرتضي أن نكون في المعارضة، كما أخبر الرأي العام المحلي والوطني خاصة سكان قلميمة الذين يشتغلون ويعملون خارج من قلميمة. اليوم تمت التضحية بالديمقراطية، حينما وسأوجهكم بشريط مصور عن وقائع الجلسة من بدايتها إلى نهايتها، حينما تدخلت وأثنيت على السيد الحكومة بطبيعة الحال وعلى المعارضة، وقلت الكلام الكثير على رئيس البلدية اللي كنعتبر أنا أكبر صفار على البلدية هذه، وكتعرفوا ديك الفاضحة اللي راكم عرفتوها ما كنبغيش نجبدها وسائل الإعلام وقلت لهم هنا. والذي يجب أن يعلمه المثقفون بقلمة على برا النزهاء والشرفاء، لما نودي على لائحة رئيس البلدي شكون اللي يكون رئيس، رفع الأساتذة ومدير المؤسسة التعليمية أيديهم، بل هناك أستاذ لاحظته دليتها وأمرت رئيس الجلسة أن يأمره برفع يده عاليا حتى يتبين بأن ذاك الأستاذ اللي كيزول الهضرة الناس في السنخة وفي القهاوي والنضال ما النضال، أذكره بأنه كان مرشحا في اللجنة الثنائية ولم يصوت على نفسه لأننا ما درناش وكيل لائحة. على كل حال في هذه البلدية سيبقى المناضلون الشرفاء ندافع عن مصالح المواطنين، وسنعمل ما بوجهنا لنفضح المفسدين قطاع الطرق الربانية ولد الحرام. إذا كان صاحب جلالة حفظه الله ورعاه قد نادى إلى الديمقراطية وتشديد النفقات والمعقول والنزاهة، نراه يجوب مدن الوطن همه الوحيد هو إرضاء هذا الوطن. في الوقت الذي نرى فيه العهد الكريم يعمل ما بوسعه، نجد أن باشا مدينة قلميمة يعمل العكس، هو مع الشرذمة ديال المرتزقة. حينما أقول أن باشا مدينة قلميمة في عصر الحملة الانتخابية داز عند واحد الموجز قال له أعطيني 6 ديال الجوجات حتى يجي راجل يخلص. من أساء إلى أعلى سلطة في البلاد؟ قال لي هذا أساء إلى الديمقراطية، أساء إليها الباشا اللي هو حصل الإجازة وتلقى التكوين وقرانوا لهم كتاب عامون ويرضخ الباك موانسايس بدي يخلص عليه الدجاج. هذه إهانة. 200 درهم ديال الدجاج ماشي هي اللي غادي سميتو. الكرامة ديال الإنسان فوق الاعتبار. Nous, je le dis franchement ici, devant le Conseil, que nous sommes disposés à répondre présent et à défendre les intérêts des citoyens sans condition, d'une façon inconditionnelle, sans réserve et surtout sans complaisance. ومستعدون لنفضح المجرمين قطاع الطرق الذين كانوا في الأمس ما عندهم احترام واصبحوا الان من الاثرياء. اذا حذاري حذاري، والله العظيم يا رب نضيف فيكم اللي ضبطنا عليه ديال السرقه والله ما يمشي الحبس، لان معقول ما بغيتوش. وتحياتي اللهم يسير الاستاذ بعرفه عضو المجلس الجماعي الحضري لمدينه قلميمه، وللشرف ان احصل على اكبر عدد الاصوات، وكذلك ناشط حقوقي من مدينه قلميمه. تحياتي اللهم يسير.